في وقت كانت فيه اخبار شيرين الشخصيه متصدره اكتر من اغانيها، كان في رقم تاني بيتكتب في التاريخ، رقم خلاها تدخل موسوعه جينيس وتفضل متربعه على قمه بيلبورد عربيه، وده رغم انها كانت بتمر باصعب فتره في حياتها الفنيه. وده يخلينا نسال سؤال واحد: ازاي شيرين عبد الوهاب لسه بتحطم الارقام القياسيه حتى وهي في فتره هبوطها الفني؟ بس عشان نفهم ازاي وصلت للمرحله دي لازم نرجع للبدايه. ده ما في حياتي ما اتأذيت من إنسان كده، ده إنسان قلبه أسود، ده إنسان فاضي وبيغتاب كل الناس. في 8 اكتوبر سنه 80 اتولدت شيرين عبد الوهاب. شيرين موهبتها قدرت تبان عليها من وهي طفله لما بدات تغني في المدرسه وفي قعدات العيله، ومن هنا اهلها لاحظوا موهبتها القويه، وعشان كده قرروا يقفوا جنب موهبتها وخدوا اول خطوه في مشوارها، واللي كانت في دار الاوبرا المصريه. في دار الاوبرا سمعها المايسترو سليم سحاب، اللي من اول ما سمع صوتها قرر يضمها لفرقه الكورال بتاعته. عايزه اقول ان شغلي في الكورال ده هو اللي عرفني يعني ايه وقفه اتعامل مع المايك ازاي. ومن هنا بدات شيرين تشارك في فرقه الكورال لسنين طويله لحد ما حست انها بقت جاهزه تاخد اول خطوه حقيقيه في مشوارها الفني. وعشان كده في بدايه الالفينات بدات تدور على الفرص الحقيقيه اللي تحطها على اول طريق الشهره، وفعلا لقيت شيرين فرصتين. كانت فاكره انهم هيحطوها على اول الطريق لكن ما حصلش منهم اي حاجه. مضيت في شركتين والشركتين ما انتجوش، يعني كانوا بيمضوا لمجرد الاحتكار ان هم ياخدوا الصوت ده ويحطوه في الثلاجه. وعشان كده رجعت تدور على فرصه من تاني لحد ما بالصدفه بتقابل المنتج نصر محروس صاحب شركه فري ميوزك، اللي من اول ما سمع صوتها قرر يدعمها وخلاها تشارك مع محمد محي في اغنيه بحبك من البومه صوره ودمعه. والحقيقه ان الاغنيه دي حققت نجاح جماهيري كبير جدا وبقت واحده من ابرز اغاني الالبوم. نجاح الاغنيه دي خلى نصر يتحمس لموهبه شيرين اكتر، وعشان كده خلاها تشارك في البوم فري ميكس 3 مع تامر حسني سنه 2002، والالبوم ده نقل شيرين في حته تانية خالص، وده بسبب انه كان بدايه لستايل اغاني ومزيكا مختلفه تماما عن ستايل التسعينات. وعشان كده الالبوم اول ما نزل كسر الدنيا وحقق نجاح ضخم في مصر والوطن العربي كله باغاني زي يا ليل ولو خايفه ولو كنت نسيت. ومن بعد نجاح الالبوم ده صوت شيرين بقى معروف جدا والناس بقت مستنيه خطوتها اللي جايه، وعشان كده نصر قرر يستغل النجاح ده صح ويجهزها لتاني ضربه قويه في مشوارها، واللي كانت البوم جرح تاني سنه 2003. الالبوم ده برغم انه اول البوم كامل ليها في مسيرتها لكنه قدر يكمل على نجاحها الكبير اللي حققته في فري ميكس 3. الالبوم كان مليان هيتات قويه زي صبر قليل وايه وانا في الغرام. لكن في وسط الشغل على الالبوم ده كان في بدايه قصه جديده بتتكون في الخلفيه، وهي قصه حبها من الموزع مدحت خميس، القصه اللي بدات وقت تحضيرهم للالبوم، وفي فتره قليله انتهت قصه حبهم بالجواز. بعد الجواز كملت شيرين طريقها الفني بقوه، خصوصا لما جالها عرض تمثيلي اللي بيجي لاي مطربه بتحقق شهره واسعه في الغنى. وبالفعل في نفس السنه شاركت في فيلم ميدو مشاكل مع احمد حلمي، واللي قدر يحقق نجاح مميز وقت عرضه. وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش سلندر. وش سلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه عربيه ايه وبتاعي؟ ماشي على طول كده كاسفني. لكن وسط فرحه النجاح كانت شيرين عايشه في صراع كبير مع مدحت خميس اللي لسه متجوزاه من فتره قصيره، وفضل الصراع ده مستمر لشهور طويله لحد ما انتهى بالطلاق سنه 2004. الصراع اللي عاشته شيرين في الفتره دي اثر على مسيرتها وخلاها تغيب عن الفن لفتره، لا بتنزل البومات جديده ولا بتشارك في اي اعمال، لحد ما جت سنه 2005 ورجعت شيرين بعد الغياب ده بضربه قويه جدا في السوق وبتعاونها مع نصر محروس من جديد في البوم لازم اعيش. الالبوم اللي طلع منه هيتات قويه علمت مع الجمهور زي على بالي وقال صعبان عليه وطمن قلبي. صعبان عليه ويطمن علي، طمن قلبي حبيبي يا كل مهالي.
وغيرهم كتير من الاغاني اللي سابت علامه قويه مع الجمهور. لكن في وسط النجاح اللي وصلت له شيرين في الفتره دي، رجعت تفاجئ جمهورها بجوازها للمره الثانيه، بس المره دي من الموزع محمد مصطفى اللي اشتغلت معاه على البوم لازم اعيش، ومنه بدات قصه الحب بينهم لحد ما اعلنوا الجواز رسمي سنه 2007. بعد جوازهم ما كانتش رحله نجاحهم الفني مع بعض هي الحاجه الوحيده اللي بدات في الفتره دي، كمان كانت نقطه تحول ومحطه جديده في مسيرتها، وهي انها بدات رحله تعاون مع شركه روتانا، وده ظهر في البوماتها اللي نزلت بعد كده زي البوم بطمنك، والبوم حبيت، والبوم اسال عليا. طمنك يا حبيبي من أولها، كتر خير إني قابلته واستحملته يا قلبي زمان، أصل إحنا اتنين غير أي اتنين عشاق بالصدفة اتقابلوا. ومع كل الالبومات دي بدات سلسله جوائز قويه لشيرين كافضل مغنيه عربيه مع كل البوم جديد بتنزله، والحقيقه ان في كل الالبومات دي قدر جوزها محمد مصطفى يسيب علامه قويه فيهم، لكن للاسف في وسط نجاحهم مع بعض حياتهم الشخصيه ما كانتش مستقره نهائي، وكان بينهم خلافات كتير محدش من الجمهور كان يعرف عنها حاجه، خصوصا في اخر فتره بعد ما خلفت بناتها مريم وهنا، وده اللي وصلهم ان بعد شهور قليله من نزول البوم اسال عليا اتفاجئ الجمهور بانفصالهم بشكل رسمي، ومع الانفصال انتهت رحله الثنائي الفني مع بعض. لكن ما كانش ده الانتهاء الوحيد اللي حصل في حياتها الفتره دي، لا دي كمان في نفس الفتره دي انتهى عقدها مع شركه روتانا بعد ما حصل بينهم خلاف وجدل كبير قلب السوشيال ميديا والاعلام في الفتره دي. عمري ما شفت جدال او نقاش قد الخلاف بين المطربه شيرين وشركه روتانا. ولكن برغم كميه الجدل اللي حصل قدرت شيرين تكمل نجاحها مع شركه انتاج تانية وعلى نفس المستوى بالبوم انا كتير. أنا كتير، أنا ألف حاجة على بعضها، اللي خرج منه مجموعه هيتات لحد النهارده لسه معلمه معانا زي اغنيه يا ليالي ومين اختار وفي ليله وكل ملكك. يا ليالي روحي لحبيبي وناديني، اختار يعيش حياته مين، ليلة حلوة غير كل الليالي، أنا كل ملكك، وغيرهم كتير من الاغاني اللي سابت علامه مع الجمهور. والحقيقه ان الالبوم ده ما عملش نجاح بين الناس وبس، لا ده كمان شيرين خدت عليه جايزه افضل البوم غنائي لسنه 2015، وده لان الالبوم كان كله اغاني حققت ارقام قياسيه غير متوقعه. من بعد النجاح القوي اللي حققه الالبوم رجعت شيرين تجرب حظها في التمثيل من تاني بعد تجربتها الاولى، بس المختلف المره دي انها دخلت عالم الدراما من خلال مسلسل طريقي اللي كان من بطولتها. مش قادرة استحمل نظراتكم، مش قادرة استحمل كلامكم، لو مش هغني يبقى موت، لو مش هغني يبقى موت. وقتها شفنا جانب جديد ومختلف جدا من شخصيتها، وده بسبب تمكنها من التمثيل بشكل احترافي، وده خلى المسلسل يحقق نجاح مميز جدا وسط الاعمال الدراميه وقتها. ومش المسلسل لوحده اللي نجح، ده كمان شيرين قدرت تقدم فيه مجموعه اغاني نزلتهم في البوم اسمه طريقي ولازم امشي فيه، والاغاني دي حققت نجاح كبير برضه زي اغنيه كده وعلى مين الملامه ولسه في امل. كده يا قلبي يا حتة مني يا كل حاجة حلوة فيا، على مين الملامة لسه في الأيام أمل مستنين. والحقيقه ان على مدار الفتره دي كلها شيرين ما استمرتش في السينما او الدراما واكتفت بالعملين دول، الا انها قدرت تسيب بصمه قويه باغاني تترات وافلام ما تتنسيش زي اغنيه كتير بنعشق لفيلم العشق والهوى، كتير بنعشق ولا بنطول، واغنيه المرايه لفيلم اسف على الازعاج، قولي يلي في المراية، وكمان اغنيه مشاعر لمسلسل حكايه حياه، وطبعا تتر مسلسل حلاوه الدنيا. وكل دي اغاني قدمتها شيرين على مدار السنين اللي فاتت وفضلت معلمه معانا لحد النهارده. وفي وسط انطلاقتها الفنيه دي رجعت شيرين تفاجئ جمهورها بجوازها للمره الثالثه، والمره دي من المطرب حسام حبيب اللي بدات بينهم قصه حب بعد فتره صداقه طويله. حسام ما كانش في حياتها مجرد صديق وخلاص، لا دي كانت بتحب تشارك معاه حياتها وتاخد رايه في خطوات كتير. بيقول لي انت المفروض تعملي كده ومش المفروض تعملي كده، قلت له بص انا زهقت، محدش بقى يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، سيبوني في حالي انا تعبانه، انتوا محدش يعرف انا بتعب قد ايه وانا مضغوطه نفسيا قد ايه. لقيته بقى يعني جه مسك ايدي وقال لي انا اسف وانا مش قصدي وانا فجاه شفته حبيبي معرفش ليه. من بعد الموقف ده وبدات بينهم قصه حب لحد ما قرروا يعلنوا عنها بجوازهم سنه 2017. بعد الجواز كملت شيرين سلسله نجاحاتها بالبوم نساي. حبيبي نساي اصلح عيبه ده ازاي،
واللي كالعاده قدرت تبهرنا فيه بالاغاني القويه اللي بتعلق معانا دايما زي الوتر الحساس وحبه جنه وكدابين وكلام عينيه. رومانسية بيلعب على الوتر الحساس، بجنة أنا عشت فيها قرب فرحة حلمت بيه، الزمن ده الكدابين اتمكنوا كتروا، كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني. الالبوم ده قدر يحقق نجاح كبير، وده بفضل الاغاني الرومانسيه اللي كانت غالبه عليه. وقتها شيرين كانت بتمر بفتره سعيده في حياتها، وده انعكس بوضوح على احساس الاغاني، وبقى الالبوم فعلا اختيار كويس لاي حد بيحب وعاوز اغاني تعبر عن اللي جواه. لكن وسط النجاح القوي اللي حققه الالبوم ده بدات مرحله مختلفه تماما في حياه شيرين، لما بدات تحصل صراعات طويله بينها وبين حسام حبيب. الصراعات دي بدات باشاعات كتيره على السوشيال ميديا حوالين طبيعه علاقتهم، لكن كان الاتنين بيطلعوا في البدايه ينفوا الكلام ده، لكن الموضوع ما كانش بيهدى، بالعكس كان بيزيد والكلام عليهم كتير جدا، لحد ما اتصدم الجمهور بانفصالهم بشكل رسمي في اواخر سنه 2021. الصراع اللي عاشته شيرين في الفتره دي اثر عليها وعلى نشاطها الفني بشكل كبير، وده خلى ظهورها بعد البوم نساي يقل جدا. ومش الظهور وبس، دي كمان ما قدمتش اعمال جديده في الفتره دي، لحد ما بعد الانفصال بفتره قليله نزلت شيرين باغنيه كلها غيرانه. كلها غيرانة بتحقد والنفسية سوا، واللي قدرت تكمل بيها على نجاح مسيرتها الطويله. من بعد الاغنيه دي الكل كان مستني من شيرين خطوتها الجايه بحماس، خصوصا ان الناس كانت مفكره ان السبب اللي معطلها عن الفن خلاص انتهى. لكن في وسط ما الجمهور مستني فاجئت شيرين الكل، بس مش باغنيه جديده، لا ده برجوعها تاني لحسام حبيب، وده خلى كتير من جمهورها يهاجمها بسبب المشاكل الكتيره اللي مرت بيها، خصوصا ان بعد الانفصال طلعت حكت عن كميه الاذى اللي تعرضت لها منه. ده ما في حياتي ما اتأذيت من انسان كده، ده انسان قلبه اسود، ده انسان فاضي وبيغتاب كل الناس. لكنها ما اهتمتش لكل الكلام اللي كانت حكيته عليه قبل كده، ولا كان فارق معاها كلام الجمهور نهائي. ومع الرجوع ده رجعت شيرين تختفي عن الساحه بشكل كلي من تاني، وفي وسط الاختفاء رجعت المشاكل والصراعات تطاردهم من تاني، لحد ما اعلنوا الانفصال للمره الثانيه في اواخر سنه 2023. بعد الانفصال الكل كان مستني رجوعها للساحه زي كل مره، بس الحقيقه ان شيرين طولت في الغياب لحد سنه 2024، لحد ما فاجئت جمهورها بألبوم بتمنى انساك. بتمنى انساك زي ما انت نسيتني في يوم، واللي غيرت فيه لونها الغنائي تماما من الحب والرومانسيه للحزن والعتاب، وكانها كانت بتخرج كل المشاعر المكتومه جواها في اغاني زي عودتني الدنيا واللي يقابل حبيبي وقال لك نسيني. عودتني الدنيا اخسر اللي قابل حبيبي سلامي امانه لي، قال لك نسيني قال ونسي اللي بينا. رغم رجوعها بالالبوم ده لكنها ما كملتش في تقديم الاعمال، ورجعت تختفي تاني لفتره طويله، لحد ما رجعت لنا تاني بعد فتره غياب طويله، بس الرجوع المره دي بالشكل اللي بنحبه منها في اغنيه تباعا. اقول لك تباعا ايه اسباب غرامي بجمالك، الاغنيه اللي قدرت تحقق نجاح قوي في الوطن العربي وترجع شيرين للساحه والمنافسه بقوه. وكملت النجاح ده باغنيه بحريه اللي كانت دويتو مع حماقي. بحريه البرندة بحريه البحريه. وبرغم ان الاغنيه اتعرضت لجدل كبير بين الجمهور وقتها، الا انها قدرت تحقق نجاح مميز جدا في الوطن العربي. وبرغم ان مشوار شيرين في الفتره الاخيره اتعرض لهبوط وكسره واضحه بسبب ازماتها وحالتها النفسيه اللي ما كانتش احسن حاجه، الا ان ده كله عمره ما هيأثر على مكانتها في قلبنا ولا على اغانيها اللي دايما بتعبر عن مشاعر الحب والرومانسيه. وعشان موهبه شيرين حقيقيه والجمهور لسه بيحبها وبيسمعها لحد النهارده، فضلت مكمله في تحطيم الارقام القياسيه، ودخلت موسوعه جينيس للارقام القياسيه حتى في اصعب فترات الهبوط اللي عدت بيها، ولسه متربعه على العرش ومتصدره لقب الفنانه صاحبه اطول مده في المركز الاول على قائمه بيلبورد عربيه. والحقيقه النقطه دي بتجاوبنا على سؤال مهم جدا ويحير، ازاي شيرين في فتره هبوطها ولسه بتحطم الارقام القياسيه؟ الاجابه ببساطه ان في فرق كبير بين الفنان اللي نجاحه معتمد على الترند والفنان اللي بنى رصيده جوه قلوب الناس. شيرين على مدار سنين قدرت تعمل اغاني بقت مرتبطه بذكريات ومواقف ومشاعر ملايين الناس، فبقى الجمهور بيرجع يسمعها حتى وهي بعيده عن الساحه، وده خلى نجاحها يكمل من غير ما تكون موجوده كل يوم. وعشان كده موهبتها الحقيقيه كانت اقوى من اي ازمه عدت بيها، ولسه اسمها بيحقق انجازات استثنائيه لدرجه انها دخلت موسوعه جينيس كصاحبه اطول مده في صداره قائمه بيلبورد عربيه، وفضلت محافظه على اللقب ده رغم كل الظروف اللي مرت بيها. وده يمكن يكون اكبر دليل ان النجوميه الحقيقيه مش بتتقاس بعدد الحفلات او الترندات، لكن بالاثر اللي الفنان بيسيبه في الناس والاغاني اللي بتعيش حتى لو صاحبها غاب فتره. ويمكن عشان كده مهما شيرين مرت بازمات هتفضل واحده من اهم الاصوات اللي عرفها الوطن العربي.